تمر على الإنسان في حياته لحظات يعجز فيها عن الفهم ويتيه في دوامة من الحيرة والأسئلة: لماذا أنا؟ لماذا يحدث لي هذا دون غيري؟ متى ينتهي هذا الألم؟ ثم يأتيه الجواب الهادئ من أعماق الإيمان: ولا تدري، لعله اختبار طويل مؤلم، وبعده فرج كبير من الله. فما أشد وقع الابتلاء، وما أعمق أثره في النفس، وما أعظم حكمة الله فيما يختار لنا من أقدار. قد يتأخر الفرج وتطول المدة ويظن القلب أنه قد اقترب من الانكسار، لكن في الحقيقة الله يمهد لك برهة ما بعد الألم، برهة الفرج العظيم. الاختبار ليس عقوبة، وليس دائما نتيجة ذنب اقترفه الإنسان، بل أحيانا هو رفعة وتمحيص وتهيئة لمرحلة أعظم. فالمؤمن لا يترك هكذا دون ابتلاء، لأن في الابتلاء تعرف نفسك وتتعرى دواخلك وتنكشف معادن الناس من حولك. يختبر الله صبرك ويطهرك من تعلقك الزائف، ويعيد ترتيب أولوياتك بطريقة لا يفعلها إلا الألم. من المؤلم أن تمر بشعور الخذلان، أن تبكي ليلا من ضيق لا يعرف سببه أحد، أن تنزع منك أشياء تعلقت بها طويلا. لكن الله وهو أرحم بك من نفسك لا ينزل ألما عبثا. قد لا ترى الحكمة الآن، وقد لا تفهمها غدا، لكنها دائما هناك، محفوظة في علم الغيب. لكن الحقيقة أن الله لا يتأخر بل يدبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد لا ترى النتيجة سريعا لأن هناك دروسا لم تتعلمها بعد، أو لأن الفرج يحتاج وقتا ليأتي كاملا ناضجا، أو لأن قلبك لم يكتمل نضجه بعد. الفرج قد يأتي على هيئة راحة قلب، أو رزق لم تتوقعه، أو إنسان يعيد لك توازنك، أو حتى سلام داخلي يجعلك ترى الألم كأنه نعمة. الثقة بالله أثناء الألم تحتاج إيمانا حقيقيا لا يبنى في أيام بل يصقل مع الوقت. ثق أن الله يعلم ما لا تعلم، وأنه يرى ما لا تراه، وأن قلبك بين يديه لا ينساه أبدا. قال ابن القيم: لو كشف الله لك الغيب لاخترت ما اختاره الله لك. نعم، لأننا لا نعرف ما الذي كان سيحدث لو تحقق ما تمنيناه. أحيانا يمنع الله عنك شيئا ثم تشكره لاحقا على هذا المنع. كم من إنسان ظن أن نهاية العالم قد حلت عندما فشل في دراسته أو انفصل عن من يحب، ثم بعد سنوات حمد الله على ما حدث، لأنه أدرك أن ما ظنه خسارة كان أعظم رحمة. وكم من شخص تأخر زواجه أو رزقه، ثم حين أتى أدرك أن الله اختار له الأفضل في الوقت الأنسب. تأمل قصة نبي الله يوسف عليه السلام، سجن ظلما وفتن وابتلي سنوات، لكن الله أخرجه من ظلمات السجن ليجعله عزيز مصر. كل تلك السنوات لم تكن ضياعا، بل كانت إعدادا للمنصب وتنقية للقلب. لا تفقد ثقتك في رحمة الله مهما طال الألم، أكثر من الدعاء. حتى لو لم تجد إجابة فالدعاء نفسه عبادة. لا تقارن ألمك بغيرك، فلكل روح اختبارها الخاص. اجعل الصلاة ملجأك والقرآن رفيقك واليقين طريقك. لا تقلق من التأخير، فالفرج أحيانا يحتاج وقتا كي يصبح معجزة. نعم، لا تدري، لعله اختبار طويل مؤلم، ولكن بعده فرج كبير من الله، فرجا يليق بصبرك، ينسيك ما مررت به، ويشعرك أن الله ما نسيك أبدا، بل كان يجهز لك شيئا أجمل من كل توقعاتك. فتمسك بالأمل، وقل لنفسك دوما: أنا في رعاية الله، وأعلم أن بعد كل شدة هناك لطف، وأن ما عند الله دائما أجمل.